السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام. الصلاة والسلام على سيد الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعاؤنا إلى أخواننا في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم عليك بنصرهم، اللهم اسحق عدوهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم انتقم من عدوهم يا رب. اللهم شاف جرحاهم وداوى مرضاهم وارحم شهداءهم واحفظ نساءهم وشيوخهم وأطفالهم، إنك على كل شيء قدير. ليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أنهي هذه الحرب الظالمة عليهم يا رب العالمين. مبروك لكل المصريين صعود مصر لدور ال 32 لأول مرة في تاريخ مصر الكروي. مصر يا جماعة في دور ال 32. مصر يا جماعة وصلت لدور ال 32 رغم أنف الحاقدين والكارهين والسفلة والفاسدين والمرتشين والمدلسين والكارهين لمصر ولحسام حسن. مصر صعدت بتعادلين وفوز 5 نقاط وصعدت الثاني. كنا عاوزين نكسب إيران، ولكن رب ضارة نافعة. يعني ربما تفعل شيء أو تحب شيء ويكون مش في صالحك. ربما تبقى أنت عاوز اختيار شيء معين وهو مش في صالحك. إحنا لو كنا في مركز الأول كنا ممكن نقابل إيران زي بلجيكا ما قابلت مع السنغال. دلوقتي بلجيكا هتقابل السنغال، والسنغال حظها حلو علينا. فالحمد لله رب ضارة نافعة. فعلا الموضوع ده قد يكون إن شاء الله سبب بإذن الله في صعود مصر لدور ال16. ولكن علشان تصعد لدور ال16 يا كابتن حسام لازم تغير من المنتاليتي اللي عند حضرتك ضروري في هذه المباراة. مباراة إيران كانت هناك أخطاء على حضرتك مش هنتكلم فيها، ولكن هنلمس عليها كده. يعني كان مفروض محمد صلاح أصيب كان ينزل هيثم حسن مباشرة، كان هياخد الفرقة لقدام شوية. زيزو مش في مستواه، كان ممكن تستعين بيه في وسط الملعب لكن ما تحطوش وينج، كان أبدأ هيثم حسن. أيضا فتوح كان لازم في هذه المباراة من بدايتها يريح ويلعب كريم حافظ، لأنك شفت القوة البدنية بتاعت إيران وشفت الأطوال شفت السرعات، فكان لازم تغير، ما ينزلش فتوح المباراة ديت وتخسره. طبعا ياسر ابراهيم نزل غصب عنه. محمد عبد المنعم نازل مهزوز، يعني ضربة الجزاء منه واتقطعت كام كرة منه، نازل مهزوز. كان لازم برضه تقول له انت لسه راجع من إصابة، ما تخليش الكرة معاك لفترة طويلة، اخلص منها بسرعة و يعني طلعها من تحت سليمة، غير مقطوعة، وغير أزمة، غير أن تسبب أزمة تبقى عليك هجمة مرتدة أو كرة مرتدة أو ضغط مرتد من الفريق الخصم. ولكن كل ده هنطنش وهنسكت عشان عاوزين حسام حسن يكسب المباراة القادمة. استراليا تقريبا نفس إيران، بالعكس قوة بدنية الاستراليين أقوى بكثير، بدنيا أقوى بكثير، عندهم سرعات، عندهم واحد أسمر يعني صاروخ. فلازم حضرتك تنتبه للقصة دي من دلوقتي. شوف استراليا مرة واثنين وثلاثة واربعة وشوف مبارياتها علشان تقدر تحط ايدك على نقاط الضعف ونقاط القوة وتفهم هتشتغل ازاي. وانا لو لقيت صلاح مش جاهز انا اتمنى انت تبدأ بهيثم حسن، اتمنى انك تبدأ بيه وقد يفيدك كثير جدا. اوعى تبدأ بزيزو ارجوك لو صلاح مش جاهز. انا اهلاوي اهو بقول لك اوعى تبدأ بزيزو. طبعا اعتقد الكثير من الكارهين لحسام حسن ان ايران ستفوز وان ايران ستخرج مصر، مع علم ان احنا كنا واصلين حتى مركز ثالث يعني. ولكن الحمد لله طلعنا تعادل، وهنلاعب استراليا يعني فريق يعني ان شاء الله نقدر نفوز عليه برجالتنا، الرجاله الابطال اللي هم
يعني شرفونا. مباراة ايران يقفلوا عليها. اعتقد ان حسام حسن ما كانش مذاكر ايران الى حد كبير، ما كانش مذاكرها كويس يعني. عارف شاف مباريات ليها اوكي، بس ما اتقنش خطته، لانه فريق يعني ليس سهل. خلي بالك فريق قوي جدا، ترتيبه ال20 على مستوى العالم، عندهم سرعات، عندهم طموحات كمان. ولكن الحمد لله ان مصر صعدت، لانه كان يعني كان هتبقى مشكله لو مصر ما صعدتش، او بمعنى اصح لو كانت اتغلبت مصر. مصر طبعا صعدت رغم انف الاوباش، ورغم انف الكارين، ورغم انف الحاقدين، ورغم انف الفاشلين، ورغم انف المرتشين، ورغم انف المدلسين، ورغم انف الهجاصين، ورغم انف الهبدوريين. الحمد لله ان مصر صعدت. مصر بمجهودها وبرجالها الابطال بعد ربنا، طبعا بعد ربنا. ولابد ان نشكر لاعبينا شوبير وهاني ورامي وياسر ابراهيم الرجوله، وفتوح الرجوله، ومهند لاشين، ومروان عطيه، ومروان امام عاشور، صلاح الكبير العظيم، ومرموش، وتريزيجيه، وزيكو، وحمزه عبد الكريم. كل لاعبتنا الرجاله لازم نشكرهم. بس انا عاوز من شوبير حاجه. اولا يعني انت ما شاء الله عليك تلعب رجلك كويس، وما شاء الله ذهنك حاضر ومحضر كويس وجاهز، بس انت دلوقتي عملت كام خطأ في مباراة ايران، ارجو ان هم ما يتكرروش مع استراليا، لان هتبقى الوضع صعب جدا، لان هم حريفة احرف من ارنين شوية، وجسمهم البدني اقوى من ارنين شوية. فارجوك الطلعة تطلع بصح، طلع لكرة عرضية تطلع صح. تاني حاجة كلم لعيبتك، كلم الدفاع، خلي كل واحد يمسك كل واحد. يعني الجون اللي جه فيك بتاع ايران التاني ده كان في 3 ايرانيين فاضيين خالص، و3 مصريين جنب بعضيهم. فلازم انت تكون ليك دور في الحته دي، وقفهم صح، ناديهم صح، كلمهم صح. كل التوفيق ان شاء الله لشوبير ورفاقه، وباذن الله نكسب ونصعد لدور 16 باذن الله تعالى. نقابل الارجنتين، نقابل عفريت. المهم تبقى انت عملت تاريخ من الصعب جدا حد يكرره يا حسام بعد هذه البطوله. وليه لا؟ ليه ما تكسبش الارجنتين؟ ما السعوديه مره في كاس العالم اللي فاتت كسبت الارجنتين، ايه المشكله؟ تقدر تكسب الارجنتين، تقدر، لكن عاوزه عزيمه، عاوزه اراده، عاوزه قوه، عاوزه رجاله تشتغل. احنا كنا هنخسر قدام ايران، وكنت هتشوف كميه شماته غريبه جدا ومؤذيه جدا للفرقه وللمنتخب ولحسام. حسام كان عنده اخطاء في المباراه، وايه المشكله؟ كل المدربين اخطأ، مدرب تونس اخطأ، مدرب الجزائر اخطأ، مدرب السنغال اخطأ، مدرب العراق اخطأ، مدرب البرازيل انشيلوتي اخطأ، كله بيغلط. ايه المشكله؟ ممكن يجي يوم مش يومك النهارده كمدرب، ممكن يجي يوم انت خارج التغطيه، ممكن في يوم يجي انت مش محضر مظبوط، مش محضر في حته معينه، في وقت من الشوط الثاني او الشوط الاول راح منك كده. يعني الامور عادي جدا بتحصل يا جماعه، ايه المشكله؟ لكن دلوقتي احنا مشكلتنا في الاصابات. انت عندك حمدي فتحي مصاب، محمد عبد المنعم متصاب، كان بيلعب قلب دفاع، هما الاثنين دول قلب دفاع، وياسر ابراهيم يعتبر مصاب، ادي 3 قلب دفاع. فتوح ده كمان باك ليفت. يعني انت كان المفروض حسام حسن بدل ما يجيب 4 حراس كان جاب مثلا المدافع بتاع المصري ده اللي كانوا واخدوا، ناسي اسمه والله، او في واحد مدافع في الاتحاد كمان، هادي رياض اللي بيلعب في الاهلي، لعيب اقسم بالله يعني هتشوفوه ان شاء الله. فاحنا اخطأنا في هذه. محمد اسماعيل بتاع الزمالك اهو احتياطي، لكن اتمنى ان شاء الله ان ربنا يشفي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، ان شاء الله ربنا يشفيه ويبقى موجود هو ورامي ربيعه كقلب دفاع، وكريم حافظ موجود في الشمال، محمد هاني لا بديل عنه، ربنا يوفقه، ما شاء الله عامل بطوله ولا اروع. وحمدي فتحي يلعب جنب مروان عطيه. انا نفسي اشوف الثنائيه دي، نفسي اشوف ثنائيه حمدي فتحي ومروان عطيه في وسط الملعب، وامام عاشور وصلاح وزيكو ومرموش. ابدا بمرموش المره ديت
وجرب مرموش من البداية. لكن بإذن الله تعالى مصر تكسب، بإذن الله تعالى. عندي إيمان كبير أن مصر ممكن تكسب، ودعوات كل الشرفاء في مصر الشرفاء. أما اللي ما عندهمش شرف مش عاوزين دعواتهم. حمزة عبد الكريم بينزل في وقت صعب جدا. حمزة عبد الكريم بينزل في وقت انه المفروض الفرقه تكون مضغوطه. طب ما فيش حمزة عبد الكريم، ما حدش بيعمل له عرضيات. انت منزل حمزة عبد الكريم عشان طويل وعشان الكور العرضيه والهيدرز. طب ما فيش حد بيلعب له، فبيظهر بانه بيدافع. يعني حمزة عبد الكريم بينزل بيلاقي فرقه مضغوطه، فبيبان في الدفاع وبيشتغل في الدفاع اكتر من الهجوم. اتمنى الكابتن حسام يخلوا باله من الحته ديت، لانه هيحرق الولد يعني بدون داعي. وعندك المتربصين ليك بسبب حمزة دول كتير جدا، كلهم ضدك، كلهم كارهينك. كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لرجالتنا، كل التوفيق لحسام حسن. بندعمه من قلوبنا وبندعي له، وان شاء الله ربنا هيوفقه وهينصره على كل من يكرهه ويعاديه من اجل مصالح شخصيه. مش هممهم البلد، ولا هممهم الوطن، ولا هممهم مصر، ولا شغلهم ان مصر تكسب وتصعد لمكانه كويسه. اللي شاغلهم حسام حسن والزمالك فقط لا غير. لكن هدول ان شاء الله نقول عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مصر استفادت من صعود المنتخب ل 32 في ايه؟ قبضت 32 مليون دولار ونص لغايه دلوقتي. مصر هيجي لها 32 مليون دولار ونص، ولو كسبت استراليا هيوصل 42 مليون دولار. يعني هتنتعش خزينه الاتحاد المصري بشكل طبيعي جدا وكبير جدا لم يحلموا بيه. عشان بقى لما الاهلي يعوز حكام اجانب يبقى على حساب الاتحاد، ولما الزمالك يعوز حكام اجانب يبقى على حساب الاتحاد، ولما بيراميدز، وهكذا. الحكام الاجانب المفروض الاتحاد بعد هذه البطوله عنده فلوس وعنده ميزانيه عاليه جدا بسبب رجاله الاهلي اللي شايلين المنتخب طبعا، وبقيه الرجاله معاهم مش لوحدهم طبعا اكيد. انه دول ان شاء الله الاتحاد المصري يرد ليهم الجمايل ويطلب حكام اجانب للمباريات الكبيره في الدوري القادم باذن الله. ويجب على الاتحاد الان يرصد مكافاه كبرى للفوز في مباراه استراليا من دلوقتي. هنا ابو ريده يقول لهم يا جماعه كل لاعب له 2 مليون جنيه، موتوا نفسكم واكسبوا مباراه استراليا عشان ينزلوا ياكلوا النجيله. اتمنى انه يحط حوافز ويحط مكافآت في علشان اللعيبه دي تنزل تشتغل كويس وتكسب ان شاء الله المباراه. طيب خلصنا المنتخب، هنروح للنادي الاهلي بسرعه كده. النادي الاهلي حسين عموته سيصل القاهره يوم 3/7 وسيبدا المعسكر يوم 5/7 ان شاء الله باللعيبه اللي موجودين طبعا غير الدوليين. كل التوفيق لعموته. اهم حاجه عندنا تقنع داري انه يمشي بهدوء من غير ما يعمل مشاكل هو وابوه. اللاعبين اللي هيخرجوا واللاعبين اللي هييجوا من الاعاره واللاعبين اللي هيمشوا كلهم بيد عموته. مدرب ان شاء الله نثق فيه، ومدرب له تاريخ، ومدرب كويس. انسى مجدي عبد الغني ومصطفى خرم والناس اللي بتعترض على والكابتن مصطفى عبده اللي بيعترضوا ان حسين عموته يكون مدرب النادي الاهلي. ده مدرب كبير ومدرب ضحى بمبالغ كبيره جدا لكي يتولى حقيبه تدريب النادي الاهلي. كلنا داعمين ليه وان شاء الله هيكون كويس جدا باذن الله. خليه يوصل بس وبعدين نبقى نتكلم عليه ونشوف هيعمل ايه. الشحات جدد للاهلي وللمره المليون. حسين الشحات يجدد ويضحي ويقدم من اجل حبه للاهلي. حسين الشحات دي حدوته مصريه، حدوته اهلاويه، حدوته عظيمه في تاريخ النادي الاهلي. قدم الكثير في مباريات الاهلي الدوليه والافريقيه والمحليه. حسين الشحات اعطى الاهلي كثير كما اعطاه الاهلي، كما اعطاه جماهيريه واعطاه مكانه واعطاه شهره واعطاه كل حاجه. لكن حسين كان رجل مخلص للتيشيرت، وكان لاعب امين على التيشيرت، وكان لاعب محب للنادي والكيان ولجماهيره. ونشكر حسين الشحات على هذا
التوقيع. وان شاء الله يا حسين مستقبلك في النادي الاهلي اكيد هيكون الافضل والاحسن. الان الاهلي انهى تعاقده مع محمد علاء حارس منتخب مصر الدولي والجونه، وباذن الله هيكون موجود مع الاهلي ان شاء الله تعالى، عملاق جديد. واصبروا هتشوفوا محمد علاء ده ان شاء الله هيكون عملاق جديد زي شوبير وزي عصام الحضري وزي احمد الشناوي وزي كل الرجاله بتوعنا. شوبير طبعا هيجي له عروض كتير واحنا عارفين. وائل جمعه بيحاول ضبط الامور في النادي الاهلي. وائل جمعه تواصل مع عبد المنعم لسد العجز في منطقه الدفاع الخلفي وقلبي الدفاع. ايضا انهى موضوع اكرم توفيق ومن الشمال القطري، وذلك بناء التعاقد ودي. واكرم طبعا كسب او اخذ مبلغ 600,000 دولار وانتهى من الشمال، وان شاء الله هيكون موجود في النادي الاهلي. عبد الحفيظ يوصي الدكتور سراج بالتخلص من الرباعي الاجنبي جريديشار، اشرف داري، رضا سليم، والضوء كريستو. هؤلاء اللعيبه يعني حظهم كان سيء جدا في الاهلي ولم يوفقوا. سبحان الله، يعني الدنيا ارزاق، وده الجماعه دول رزقهم في الاهلي ما كانش على قدر يعني الاحلام. الاعلام الابيض المنافق المرتشي المدلس الكاذب شغال على 4 حاجات. تريزيجيه ماشي، وزيزو زعلان، وامام مش راجع مصر تاني، وشوبير خلاص احترف، ومروان عطيه راح السعوديه، وشغالين كل. طب يا جماعه دول في امريكا، انتوا شفتوهم امتى؟ وقعدتوا معاهم امتى؟ دول في امريكا والاهلي في مصر. طب انتوا شفتوهم امتى؟ يا كدابين يا منافقين يا دجالين. هم شافوا عبد الحفيظ وياسين يعني شغالين صح، قال لك بقى نشتغل على الناس دي، سكريبتات تتوزع، قولوا كذا قولوا كذا، نفس الكلام بالظبط زي ما قال لك ايه، لولا طول ما الزمالك بخير فالمنتخب بخير، علشان يطلعوا اشاعات ويعملوا حاجات. يعني الناس ديت والله العظيم دمرت اجيال بالكذب والتدليس، ونشروا الكذب والتدليس على اجيال كبيره جدا من جماهير الزمالك، وبيطلعوا يصدقوه لانهم بيثقوا فيهم. واحد زي رضا الهجاص ده كان لاعب تاريخي في الزمالك، ولا الهبدور، ولا نالفوت، ولا ميدو، ولا احمد عيد، ولا الناس يعني مقاسي. باتريس كارتيون طلع قال لك الحكام كانت بتجامل الزمالك بامر من الدوله، الحكام بتجامل والاتحاد بيجامل وكله بتجامل، علن. طيب بديل زيزو مين؟ ابراهيم عادل. الان على قدم وساق الامور تجري في توقيع ابراهيم عادل للنادي الاهلي، وان شاء الله ابراهيم عادل يكون قد التيشيرت وقد مفهوم الاهلي وجماهيريته وبطولاته والحاجات دي كلها. مصطفى شوبير بنسبه 100% يعني ان شاء الله ممكن يحترف في ختافي، في فالنسيا، في هالسيتي الانجليزي، في كذا عرض جاي لمصطفى شوبير واتعرض على وكيله، ولكن للامانه رجالتنا مانعين اي كلام في الموضوع ده خالص. حتى تريزيجيه قال لهم النادي السعودي قال لهم مش هتكلم في اي حاجه غير لما اخلص كاس العالم. مصطفى شوبير نفس الشيء، مروان عطيه نفس الشيء. كل الاولاد بتوعنا رجاله بمعنى الكلمه، كله بيفكر في بلده وبس، مش بيفكر في نفسه. اتمنى كل التوفيق ليهم ان شاء الله، وان يعودوا سالمين غانمين باذن الله. علي محمود واقطاي لاعبي انبي يتمسكان بالنادي الاهلي، وهذا اكبر ايمن الشريعي على الجلوس مره اخرى مع سراج مدير التعاقدات في النادي الاهلي الجديد، وان شاء الله في امور باذن الله تكون لصالح النادي الاهلي. خلينا لما نخلص وبعدين نبقى نعلن. تريزيجيه ايضا جاله عرض جديد من الامارات، ولكن هو يفضل السعوديه، لكن كله مأجله لغايه بعد الكأس العالم. ضبط غرفه اللبس يحتاج بيع تريزيجيه وزيزو، وده خلاصه الكلام. الخطيب ذهب الى وزاره الاسكان زياره سريه. طب ليه؟ اقول لك يا سيدي. 1. اعطاء نسبه 15% استثمار اسوه بالزمالك في كل فروع النادي الاهلي، وخاصه الشيخ زايد واكتوبر والتجمع. طلب فرع جديد في العاصمه الاداريه. طلب فرع جديد في الساحل الشمالي. الخطيب ايضا
يدافع عن ناديه، ولكن دون أن يتكلم ودون أن يعلن ودون أن يظهر ما يفعله من أجل النادي الغالي والعظيم. جان كلود جناح النادي الهلال السوداني معروض على الأهلي، والأهلي يفكر فيه بجدية ولكن يترك الأمر لعموته. ياسين العيادي بيلعب بالدنمارك، وزكي العمدوني بيلعب ببلجيكا، هيثم حسن، محمد ناصر المناعي فلسطيني، كلهم الأهلي قعد معاهم ولكن مستني قرار عموته. عمرو أديب الخبيث الأقرع طلع قال لك الولد شوبير ده لازم يحترف يا شوبير، إياك تضغط عليه يكمل في الأهلي، إياك مش عارف إيه، إياك قال يعني حامل هم شوبير. يا حبيبي أيها الأقرع الخبيث، لو إجا عقد لشوبير النادي الأهلي هو اللي هيدعم شوبير وهيطلعه، لا محتاج أبوه ولا محتاج أخوه، من غير ما أنت توصي يا خبيث. رسالة إلى الرئيس السيسي، أرجوك سيادة الرئيس أنت تحافظ على مصر، وأنت الرجل الأول في مصر، حافظ على بلدك. إبراهيم عيسى يجب القبض عليه بتهمة إثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري. إبراهيم عيسى طلع يقول لك بعد ما اللعيبة سجدت في أمريكا، قال لك لماذا لا يوجد مسيحيين في منتخب مصر؟ أولا أيها الحقود، أيها الفاسد، أيها الفاتن، واللي انت عاوز تبقى في فتن ضد طائفة الشعب المصري، لن تستطيع أن تقيم فتنة بين المسلمين والمسيحيين، لأنها مزروعة في قلوب المصريين الوحدة الوطنية والحب الوطني وحب مصر. أرجوك سيادة الرئيس، هؤلاء الناس لابد من محاكمتهم بإثارة الفتن، بل وزرع الفتنة، بل وعمل بلبلة داخلية في الدولة. دول هم اللي ممكن يدمروا مصر، دول لازم ما عادوش يظهروا نهائيا لأنهم كارهين لمصر ويتظاهروا بالعكس. إلى هنا كنت أنا مازال الفيديو، أرجوك اشترك بالقناة واعمل لايك وشير الفيديو. عايزين نكبر القناة عشان نقدر ندافع عن بلدنا وندافع عن نادينا العظيم النادي الأهلي. دمتم وفي أمان الله.